يا ترى ايه مصير المعاشات والقطاع الخاص من الزيادة الجديدة في المرتبات اللي الحكومة هتعلن عنها بعد أيام؟ ده سؤال ناس كتير دلوقتي بعد الإعلان رسميا عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. بس يا ترى هل هيكون في زيادة في المعاشات والحد الأدنى للأجور؟ الحقيقة إن البرلمان مش ساكت وعمل خطوة الكل كان مستنيها. بس لو عايز تعرف التفاصيل ايه، اسمع الفيديو ده للآخر. الناس كلها ما بقتش تتكلم دلوقتي غير عن الزيادات الجديدة اللي هيتم الإعلان عنها بعد أيام عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. طبعا الكلام ده خلى الكل يسأل هو إيه مصير أصحاب المعاشات والقطاع الخاص من الزيادات الجاية؟ الحقيقة إن البرلمان مش ساكت وكل يوم بيتحرك عشان المعاشات كمان تزيد زي المرتبات بالظبط. والدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب قدم مشروع قانون جديد بيستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر عشان يوصل ل 7000 جنيه شهريا، وده يعني اي حد بياخد معاش مهما كان بسيط المعاش بتاعه ما يقلش عن 7000 جنيه. كل ده عشان اصحاب المعاشات يقدروا يعيشوا حياة كريمة بعد سنين طويلة اشتغلوا فيها وخدموا البلد في بناء المؤسسات. بس الجميل في المشروع ده انه مش بيقف عند رفع الحد الادنى دلوقتي بس، لا ده في آلية جديدة. يعني لما يتغير الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة المعاشات هتتعدل بنفس القيمة تلقائيا، يعني المعاشات هتواكب الاسعار وتكاليف المعيشة من غير ما حد يتأخر أو يتوه. وبما إن أي زيادة في المعاشات محتاجة تمويل، المشروع بيقترح إن الدولة تتحمل الفارق المالي، وكمان ممكن تستخدم عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وأي موارد تانية عشان نضمن الاستدامة من غير ما نضر النظام المالي كله. مش بس كده، كمان النائب ضياء داوود رفع بيان عاجل لمجلس النواب ضد زيادة أسعار البنزين، وقال بصراحة إن القرار ده جاء فجأة من غير مراعاة للظروف الاقتصادية اللي الناس بتمر بيها، وطلب عقد جلسة طارئة لمناقشته. وقال القرار ده كان متسرع شوية، عشان كده لازم نراعي أصحاب المعاشات ونرفع لهم الحد الأدنى للأجور. وعلى فكرة ده كان سبق وطلب رفع الحد الأدنى للمعاشات عشان يوصل ل 9000 جنيه. لا ولسه الدكتور ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قدم بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، طالب فيه الحكومة توضح ليه قررت رفع أسعار الوقود والخطط اللي هتتبعها عشان تقلل تأثيره على الأسعار والسلع والخدمات. الهضيبي قال إن أي زيادة في البنزين أو السولار بتأثر فوراً على تكلفة نقل السلع، وده بيخلي أسعار الأكل والشرب والخدمات كلها تعلى، وده بيضغط أكتر على أصحاب المعاشات اللي معتمدين على دخل ثابت وما يقدرش يواكب الغلاوة المستمرة. عشان كده طالب الحكومة كمان بوضع خطط حماية اجتماعية وضمان إن الحد الأدنى للأجور يتطبق فعلياً في كل القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، وكمان متابعة تأثير قرار رفع الأسعار على الأسواق واتخاذ أي إجراءات تصحيحية لو لزم. أما بالنسبة للقطاع الخاص فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طمن الناس وقال إن في تنسيق مستمر مع المجلس القومي للأجور عشان يرفعوا المرتبات والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تدريجيا. كمان المجلس القومي للأجور بيدرس رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص 1000 جنيه زيادة عشان يوصل ل 8000 بدل 7000 جنيه حاليا، وده كله ضمن متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة للعاملين. ودلوقتي قول لنا تفتكر الزيادة الجاية في المرتبات هتوصل لكام؟